السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانا في طريقي للتمرين جه في بالي سؤال دايما بيجيلي من اولياء الامور. يا كابتن، ابني او بنتي جسمها تقل شويه على الاجهزه، نمنع عنها العشاء؟ كمدرب واخصائي تغذيه الجمله دي بتقتلني جدا. وهقول لكم ليه. في الجمباز احنا مش بنربي عريض ازياء، احنا بنبني ابطال. اللاعب اللي بيتحرم من الاكل علشان يخس ويخف على الجهاز هو اول لاعب بيتعرض لاصابه. ليه؟ لأن العضلات لما بتجوع الجهاز العصبي بيفصل، والتوافق العضلي العصبي اللي بيخلي اللاعب يلف في الهواء ويرجع تاني يقف على رجله بيختل. بدل ما تفكروا تخسسوهم فكروا ازاي تدوهم طاقة ذكية. كارب معقد قبل التمرين بساعتين، موزة أو تمراية قبل التسخين مباشرة، وبروتين محترم بعد التمرين علشان الريكفري. الجمباز رياضة قوة انفجارية، القوة محتاجة بنزين. الميزان مش هو اللي بيقيم البطل، أداؤه على الجهاز هو اللي بيقول لنا بياكل صح ولا لأ. لو عندكم استفسار عن تغذية أولادكم في الجمباز اكتبولي في الكومنتات، وأنا هحاول أرد على حضراتكم قبل ما أنزل من العربية. سلام.